وين هذه؟ تونس هذه؟ المغرب. دي ما كاش منها واش المغرب. ما كاش. كذبي عليا، اعطيني دليل باللي المغرب هذه. نعطيك دليل. المغربين المغرب وقات لهم الجوع وما عندهم لا بوبيل وعندهم، تقولي لي المغرب. انت مغاربه حبيت نفهم حاجه برك. انتوما راح تنتموا كاس العالم، راح تنتموا كاس افريقيا، ناهيك على البنيه التحتيه اللي انا شفتها في المغرب بكل صراحه، لان رحت للدار البيضاء، رحت لطنجه، رحت لكل تقريبا كل المدن، رحت يعني شفت البنيه التحتيه ما شاء الله تبارك الرحمن. بغيت الرد ديالك على هذا الاعلام. عرفت السؤال. انا بحال هاد اللي كيهضر هاد اللغه تنجاوبو غير بجواب بسيط، وهي آية قرآنية كريمة تتقول: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام سلام. قال لك ودي احنا مشينا ودمرنا العشب نتاع البليده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصدقاء ديالي مرحبا بكم معنا في قناتنا وقناتكم أطلس بريس. الأصدقاء ديالي إلا كنتي أول مرة كتشوف القناة ديالنا فما تبقاش علينا بداك اللايك ديالك والاشتراك في القناة وتفعل داك زر الجرس باش ديما تكون نتا ولا انتي من الأوائل اللي كيتوصل الجديد ديالنا والفيديوهات الحصرية ديالنا. الأصدقاء ديالي الفيديو ديال اليوم كيف ما عودناكم فراه فيديو يستحق المشاهدة. غادي نشوفوا مجموعة من الفيديوهات أو المقتطفات من الفيديوهات على الإعلام الجزائري اشنو كيقول على الملاعب ديال ملعب مولاي عبد الله والملاعب ديال المغرب اللي اصبحت جاهزه تقريبا بشكل 80%، ما عدا ملعب مولاي عبد الله اللي جاهز 100% باش انه يحتضن مباريات المنتخب الوطني المغربي امام النيجر. المهم الاصدقاء ديالي غادي نخليكم مع هاد الفيديوهات هادو، ما تنساوش تخليونا الاراء ديالكم في اسفل التعليقات بعد نهايه الفيديو، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وكتبوا لنا داك اللايكات باش الفيديو يوصل لجميع المغاربه. الاصدقاء ديالي كنبغي نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مؤخرا مع الفيديوهات ديالنا، وكنتمناو انكم تستمروا في الدعم ديالكم لهاد القناه ديالكم الاصدقاء ديالي. المهم ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي نخليكم مع الفيديو ديالنا جميع ونتلاقاو ان شاء الله في النهايه ديالو. طرحت ميزانيه كبرى في قضيه الملاعب، وهذاك الملعب اللي استغرق 14 سنه من اجل انجازه تاع نيلسون مانديلا قدمته كانجاز كبير، ولو انه السؤال كيف انه الملعب هذا اخذ 14 سنه. ملعبين يعني في الجزائر ليسوا بمواصفات يعني عظيمه، استهلكوا مليار دولار. تركيا ابنات. راكم تشوفوا هنا الافتتاح تاع مقر الفيفا اللي سيكون في FIFA, mais comme je disais, c'est le bureau monde FIFA. La FIFA doit être présente partout. Ça, c'est un siège stratégique pour la FIFA. C'est pas seulement un siège administratif. On va s'occuper des fédérations et du développement en Afrique. Évidemment, c'est une des priorités, mais il y a d'autres priorités. يلا بينا. نسمعوا فقط، حتى اذا كان نطول نوعا ما التصريح لكن نحاولوا فقط نسمعوه لانه مهم جدا هذا التصريح. احنا الملاعب رانا نديروا فيها الشباب تاعنا باش المستوى تاعو يطلع. تبقى التنظيم ما تنظيم. انا قلت على السيد رئيس الفيفا ان في حالة ما يحبوا ينظموا ولا مباراة ولا دولية هنا سواء كانت اوروبيه او غير اوروبيه عالميه، مرحبا بهم ويكون مساعده من جهتنا من ناحيه الايواء ولا من ناحيه ربما نشاركوا معهم سمعه، يعني حتى نركز على السمعه تاع البلاد والسمعه تاع الهياكل الرياضيه تاع البلاد. نفس الشيء بالنسبه للاتحاد الافريقي، ربما تكون فيه نهائيات تاع الكره يجوا يديروها هنا، مرحبا بهم. مرحبا. كذلك بالنسبه للشباب الافريقي لان احنا قبل كل شيء افارقه. تعرفوا التصريح هذا وقتنا يعني من الغباء صراحه، من الغباء ما قتل. يعني يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه. تعرفوا لو لم يكن هذا التصريح لما كنت اليوم انا تكلمت على الموضوع اللي راح نتكلم عليه الان، لانه بالتصريح عبد المجيد تبون انت تبين بانه عندك عقده، عندك خصاصه، وتتكلم على اصلا امور تبين العقد تاعك. لانه يقول لو كان فيه امكانيه ننظموا نهائيات، ننظموا منافسه، والمشكل انه البلد اللي عندك مشكل معاه والتلفزيون العمومي يضل يتكلم عليه والقنوات الخاصه يوميا. راكم تعرفوا قضيه المغرب المخزن يوميا في التلفزيون العمومي وغيرها من وسائل الاعلام الجزائريه. تجد بانه ينظم كاس العالم للانديه، الان منظم هذه كاس افريقيا للسيدات، ومنظم وانت طرحت ميزانيه كبرى في قضيه الملاعب،
وهذاك الملعب اللي استغرق 14 سنه من اجل انجازه تاع نيلسون مانديلا قدمته كانجاز كبير، ولو انه السؤال كيف انه الملعب هذا اخذ 14 سنه. ملعبين يعني في الجزائر ليسوا بمواصفات يعني عظيمه، استهلكوا مليار دولار. تركيا بنات مدينه طبيه، اكبر مدينه طبيه في اوروبا، ب 900 مليون دولار. يعني هنا انت بينت اصلا العقده تاعك. ولهذا الان السؤال تبون طرح هذا التصريح منذ اشهر وغير ذلك، لماذا الفيفا لما تريد افتتاح مقر لها في افريقيا تختار بلد غير الجزائر؟ هذا سؤال صراحه يطرح نفسه، لانه هذا ما حدث. هنا راكم تشوفوا رئيس الفيفا، نشوفوا ربما صور اخرى. راكم تشوفوا هنا الافتتاح تاع مقر الفيفا اللي سيكون في FIFA, mais comme je disais, c'est le bureau monde FIFA. La FIFA doit être présente partout. Ça, c'est un siège stratégique pour la FIFA. C'est pas seulement un siège administratif où on va s'occuper des fédérations et du développement en Afrique. Évidemment, c'est une des priorités, mais il y a d'autres priorités. C'est le football féminin, le développement du football. On a une académie, un centre ici comme. معناتها المقر هذا اللي يصفه رئيس الفيفا ليس شوقي بنزارة عامل المخزن بأنه استراتيجي، افتتح في المغرب في سلا على ما أظن، ضاحية العاصمة الرباط. وهنا رئيس الفيفا لم يستجب لنداء الرئيس المعين عبد المجيد تبون، اللي قال أنه تكلم شخصيا مع رئيس الفيفا وقال له لما تحاولوا تنظموا أي شيء، لما تحتاجوا أي شيء، الجزائر مفتوحة أمامكم. يعني واليوم الجزائر في الوقت هذا اللي بلد آخر الجار، يعني البلد البعيد ولا البلد الجار ولا الجارة الغربية وسميه كما شئت، المهم ما نسميوش الاسم تاعو كما يفعل التلفزيون العمومي الجزائري، يعني يفتتح مقر للفيفا وينظم منافسات كبرى مثل هذه. واظن انه السخريه تاعي في بعض الاحيان، انا حتى السخريه تاعي المشكل تخرج انها تصير انت مغاربه. حبيت نفهم حاجه بارك، انتوما راح تنظموا كاس العالم، راح تنظموا كاس افريقيا، ناهيك على البنيه التحتيه اللي انا شفتها في المغرب بكل صراحه، لان رحت للدار البيضاء، رحت لطنجه، رحت لكل تقريبا كل المدن، رحت يعني شفت البنيه التحتيه ما شاء الله تبارك الرحمن. والشيء الثاني شفت انه مغاربه ما راهمش يعانوا من مشكل يعني من نقص تاع حاجه في المغرب. يعني مثلا يكون هناك النقص في الغاز من المستحيل، جامي شفت مغاربه عندهم مشكل في الغاز، رغم ان هذا البلاد ليس بلد الغاز. هذه صراحه الاخوان، لان لما ندور في مناطق او مدن مغربيه نجد كل ازقه موجود الغاز في كل بانواعه وبالاشكال وبالالوان. الشيء الثاني شفت الخير تاع ربي في جميع الاسواق وجميع يعني المدن من حيث الخضار ومن حيث كل شيء، يعني الخير متوفر في بانواع كل شيء. والشيء الرابع والخامس ونقول الثاني، حتى المشكل تاع اخواتنا ربي يكون معاهم في الحوز، يعني تم دعمهم ماديا ومعنويا وبكل شيء. يعني كيف المغرب قادر انه يسيطر على الامور هذه كلها، لانها تحتاج الماديات، يعني تحتاج الاموال ضخمه. السؤال المطروح ما شاء الله المغرب من اين ياتيه الاموال هذه لكي يعني يغطي الامور هذه كلها؟ لانك تستضيف كاس العالم وكاس افريقيا لازم تكون ثقه من حيث البنيه التحتيه ومن حيث الامكانيات. هذه الصراحه يا اخوان، يعني انك تكون قادر على تنظيم العرس هذا يلزمك تكون دوله لها امكانيات. على كل حال اللي حبيت نقول ما شاء الله، لان هناك من يخرب البلاد وهناك من يصل يعني يبني البلاد بطريقه صحيحه، ويعني راهم الناس جلاله الملك بالاخص يشتغل بلاده بالثقه وباحسن يعني شفت المغرب يتقدم بالاخص اواني الاخيره. المغرب راهو هارب على الدول اللي راهم لاهم غاز ولاهم بترول ولاهم والله العظيم ان المغرب هربه تاع الصح، هربه تاع الصح. هذه صراحه يا اخواني انا شفت
عشت مع اخواتي مغاربه وعشت في المغرب وشفت كل ما يدور وكل ناهيك على مليون سيارة في السنة تصنيع في المغرب، وناهيك عديد من الأمور تصنع في المغرب، وناهيك على الأجزاء الطائرات. يعني لن تجد طائرة تمر في السماء في العالم ولن يكن فيها قطعة مغربية. هذا هو الإخوان. خليوا شكرا لكم وخليوا لي متابعة، أرجوكم ضغطوا على الزائد الموجود على البروفيل. نتمنى تبارطاجيو الفيديو وتخليوا تعليقكم، واهم شيء خليوا لي المتابعه. ربي يحفظكم لان راح نحط الفيديوهات اخرى في المستقبل. شكرا لكم المتابعه ثم المتابعه، وشكرا لكم. ودخلوا على اليوتيوب، طبعا عندي في البروفيل اشاره على اليوتيوب، راح نديكم اليوتيوب المتابعه. شكرا. تونس هذه المغرب دي ما كاش منها. واش المغرب ما كاش كذبين؟ اعطيني دليل باللي المغرب هذه. نعطيك دليل. المغرب اوقات لهم الجوع وما عندهم لا بوبيل وعندهم، تقولي لي المغرب. ها هو الدليل. ها وين راه؟ ها والله تقول راك في الاوروب. ايه شفت، الله يبارك. ما شاء الله، الله ربي يزيدهم ويعطينا ان شاء الله. او عمي تبون مازال يخدم في البلاد، ان شاء الله نعودوا بحالهم. ما عمي تبون او يخدم. السلام عليكم. ايه هذا عمي تبون. ايه هذا تبون راه ولا وين هذه؟ تونس هذه. المغرب دي ما كاش منها. واش المغرب ما كاش. كذبين؟ اعطيني دليل باللي المغرب هذه. نعطيك دليل. المغرب اوقات لهم الجوع وما عندهم لا بوبيل وعندهم، تقولي لي المغرب. ايه ها هو الدليل. ها وين راه؟ ها والله تقول راك في الاوروب. ايه شفت، الله يبارك. ما شاء الله، الله ربي يزيدهم ويعطينا ان شاء الله. او عمي تبون مازال يخدم في البلاد، ان شاء الله نعودوا بحالهم. ما عمي تبون او يخدم. السلام عليكم. ايه هذا عمي تبون. ايه هذا تبون راه ولابس الكوستيم اللي دار به الحوار مع الصحفيين. لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلينا ملكنا ان شاء الله. يا ودي ولي لبلادك. شوف النجمة راهي في اوريه النجمة بايلة راهي في الباب هدايا. النجمة هو تراموي حنوريه السنة دقيقة. يا ولي لبلادك. او تبون راح يجيب العدس وراح يجيب اللوبيا، ما تخافيش كاع يرواحي. الحلقه ديالي وصلنا لنهايه الفيديو. الا كان عجبكم الفيديو ديال اليوم فما تبخلوش علينا بداك اللايك ديالكم والاشتراك في القناه وتفعلوا داك زر الجرس باش ديما تكونوا من الاوائل اللي كيتوصلوا بكل جديد ديالنا هو الفيديوهات الحصريه ديالنا. اصدقائي ديالي، كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. كيف ما العاده، اذا عجبكم الفيديو ديالنا خلونا الاراء ديالكم في اسفل التعليقات ونناقشوا هذا الموضوع هذا ديال الاعلام الجزائري اللي باقي كيهضر على ملاعب المغرب. اصلا كان عندهم ملعب واحد كيعتزوا به هو الملعب البشار. دابا من بعد ما تزاد هذا الملعب هذا فراه بداو انهم بحال كيبغيو يشوفوا ان المغرب زهرب عليهم بزاف، طلع عليهم البغره بزاف. هادشي هذا اللي ما كيعجبش الاعلام الجزائري. اصدقائي ديالي، كيف ما العاده ما بقى لي الا نودعكم ونتلاقاو بحول الله في فيديو مقبل وحلقه جديده.